في يوم من شهر إبريل سنة 1986 في بنت جميلة اسمها روبن اتجهت للمدرسة زي أي يوم عادي. بس في اليوم ده تحديدا روبن ما رجعتش للبيت مرة تانية. الشرطة بدأوا عملية بحث كبيرة جدا، وبعد ساعات من بداية البحث عرفوا إن القضية دي معقدة جدا وهيحتاجوا لمجهود كبير عشان يعرفوا هو إيه اللي حصل لروبن. يا ترى إيه اللي حصل لروبن ومين السبب في اختفائها، وليه الشرطة كان عندهم عدد كبير من المشتبه فيه، وإزاي في النهاية قدروا إنهم يوصلوا للمجرم. ده اللي هنعرفه من أحداث قصتنا. بس قبل ما نبدأ زي ما تعودنا عايزين كلنا نصلي على النبي وندعي لإخواتنا المظلومين في كل مكان، ربنا ينصرهم ويصبرهم. روبن ستارفيلد اتولدت يوم 14 ديسمبر سنة 1972، وكانت عايشة مع عائلتها في مدينة اسمها برية موجودة في أوهايو. والدة روبن كان عندها 5 أطفال من زوجها السابق، وهي وأطفالها في الوقت ده كانوا عايشين مع والد روبن، وحياة العيلة كانت عادية جدا. بس للأسف لما روبن كان عندها سنة واحدة بس والدها مات بسبب أزمة قلبية، ووالدتها كانت هي اللي مسؤولة عن ال6 أطفال لوحدها. طبعا الموضوع ده كان صعب جدا، وكان يعتبر عبء مادي كبير جدا على والدة روبن. بس قدرت انها تتخطى الصعوبات دي لان اولادها الكبار كانوا بياخدوا بالهم من اولادها الصغيرين، وهي كانت بتحاول تشتغل في اكتر من مكان عشان توفر لهم الفلوس اللي هيحتاجوها. روبن كانت معروفة انها قريبة جدا من اخواتها، ده غير كمان انها لما دخلت المدرسة كانت مهتمة بكل الانشطة الرياضية، وكانت طفلة ذكية جدا. ويوم 22 ابريل سنة 1996، يعني لما روبن كان عندها 13 سنة بس، كانت بتجهز هي واخواتها عشان يحتفلوا بعيد ميلاد اختها الكبيرة، واللي اتفقوا انهم هيحتفلوا بيه اول لما هي ترجع من المدرسة. في اليوم ده روبن اتجهت للمدرسة لوحدها زي ما هي متعودة، وكان المفروض انها ترجع من هناك حوالي الساعة 3 العصر. بس في اليوم ده تحديدا روبن ما رجعتش للبيت مرة تانية. في البداية افراد عيلة روبن ما كانوش خايفين عليها، وكانوا فاكرين انها موجودة مع اي حد من اصحابها. بس الساعة لما جت 3:30 ولسه روبن ما رجعتش البيت، أختها الكبيرة بدأت تقلق عليها وكلمت والدتها تقول لها إن أختها لسه ما رجعتش للبيت لحد دلوقتي. والدة روبن كانت خايفة جدا على بنتها، وقررت إنها تكلم المدرسة عشان تعرف بنتها اتأخرت ليه. بس لما تواصلت معاهم في المدرسة أكدوا لها إن بنتها كانت موجودة بشكل طبيعي وحضرت كل الحصص، وخرجت في نفس الميعاد اللي بتخرج فيه كل يوم. بدأت تحس بالخوف أكتر، وتواصلت مع كل أصحاب روبن والناس اللي يعرفوها عشان لو هي موجودة عند أي حد منهم. بس للأسف كلهم أكدوا إنهم ما يعرفوش أي حاجة عن روبن. والدة روبن قررت إنها تخرج بنفسها تدور على بنتها، لأن بنتها عمرها ما اتأخرت بره البيت من غير سبب. بس لما بدأت عملية البحث هي والجيران ما كانش فيه أي أثر لروبن في الأماكن القريبة من بيتهم. وأول لما الدنيا بدأت تليل ووالدة روبن فقدت الأمل إن بنتها ترجع للبيت لوحدها، قررت إنها تكلم الشرطة وتقول لهم على كل اللي حصل. الشرطة بدأوا عملية البحث بتاعتهم، ووزعوا مواصفات روبن لكل ضباط الدوريات اللي ماشيين على الطريق عشان لو حد اتعرف عليها يتواصل معاهم بسرعة. الشرطة طبعا في البداية فكروا إن ممكن روبن تكون هربت من البيت، بس لما اتكلموا مع إخواتها أكدوا إنها خرجت من البيت باللبس بتاع المدرسة بس، ده غير إنها كانت مخططة إنها تحتفل بعيد ميلاد أختها، يعني مستحيل تكون هربت من البيت. ولأن الدنيا كانت خلاص ليلت، فللأسف الشرطة ما قدروش يوصلوا لأي حاجة في أول يوم من عملية البحث. تاني يوم الشرطة كملوا عملية البحث بتاعتهم ودوروا في كل الأماكن اللي ممكن روبن تكون موجودة فيها. اتكلموا كمان مع كل أفراد عيلتها وزمايلها في المدرسة عشان لو حد منهم شاف أو سمع أي حاجة غريبة في اليوم اللي هي اختفت فيه. بس كلهم أكدوا للشرطة إن اليوم ده ما حصلش فيه أي حاجة غريبة. في نص اليوم ولما الشرطة كانوا بيحققوا مع الناس اللي يعرفوا روبن، هيوصل لهم اتصال من صياد محلي كان بيصطاد في نهر قريب من بيت روبن، واكتشف هناك جثة بشرية. الشرطة اتحركوا بسرعة للمكان ده، وأول لما وصلوا هناك اكتشفوا إن في جثة البنت كانت ملفوفة في ملاية لونها أخضر، وكان في على جسمها علامات ضرب كتيرة جدا. نقلوا الجثة اللي معاهم للمستشفى وطلبوا من أخو روبن الكبير إنه يتعرف عليها، وهو فعلا أكد لهم إن الجثة دي هي جثة روبن.
دلوقتي التحقيق في قضية روبن اتحول من تحقيق في قضية اختفاء لتحقيق في جريمة قتل. عشان كده أفراد الشرطة بدأوا يركزوا أكتر في القضية، وقرروا إنهم يتكلموا مع كل الناس اللي شافوا روبن في اليوم اللي هي اختفت فيه. بعتوا كمان الجثة اللي معاهم للتشريح على أمل إنه يوصلهم لأي دليل ممكن من خلاله يعرفوا هو مين اللي عمل فيها كده. تشريح الجثة وضح إن الضحية تعرضت لضربات كتير في راسها، وإن سبب الوفاة هو الخنق. بس للأسف ما قدروش يحددوا الوقت بالظبط اللي حصلت فيه الجريمة، لأن الجثة كانت موجودة في المية لمدة طويلة، ووجود الجثة في المية ممكن يبطئ من عملية تحلل الجثة. وللأسف حتى لما الشرطة وصلوا للمكان اللي فيه الجثة ودوروا فيه كويس جدا، ما كانش فيه أي دليل ممكن من خلاله يوصلوا للمجرم. عشان كده الشرطة كانوا شايفين إن أملهم الوحيد واللي احتمال كبير يوصلهم للمجرم إنهم يدوروا أكتر في الساعات الأخيرة من حياة روبن. المحققين اتكلموا مع كل الناس اللي كانوا في الأتوبيس مع روبن في اليوم اللي هي اختفت فيه، وعرفوا من الناس دي إن روبن نزلت من الأتوبيس قبل محطة واحدة من المحطة اللي هي بتنزل فيها كل يوم. في اليوم ده كان معاها 2 من أصحابها وهم كمان نزلوا معاها من الأتوبيس، وأصحابها دول كان اسمهم جيمي وباكستون، والاتنين كان عندهم 15 سنة. أكدوا كمان للشرطة إن المحطة اللي هم نزلوا فيها دي كانت قريبة جدا من بيت باكستون. الشرطة اتكلموا مع عيلة باكستون، وفعلا عمته أكدت للشرطة إن هما التلاتة وصلوا للبيت في اليوم ده الساعة 3 العصر. جيمي اتحرك من هناك الساعة 3:15، وبعد 5 دقايق روبن هي كمان اتحركت من هناك، بس كان واضح عليها إنها بتبكي وهي خارجة من هناك. الشرطة لما سمعوا الكلام ده قرروا إنهم يتكلموا مع باكستون، لأن احتمال يكون عارف معلومات عن الجريمة اللي حصلت. باكستون قال للشرطة إن هو وروبن كانوا على علاقة ببعض لمدة 3 شهور، وإن عيلة روبن كانوا رافضين العلاقة دي لأنهم كانوا خايفين على بنتهم. الشرطة سألوه هي ليه روبن كانت خارجة من بيته بتبكي في اليوم اللي هي اختفت فيه. قال لهم إنها كانت بتبكي لأنه قال لها إنهم لازم يسيبوا بعض، عشان كده كانت زعلانة جدا وسابته ومشيت. بعد 10 دقايق من خروجها من البيت حاول إنه يكلمها عشان يعرف هي كويسة ولا لأ، بس أختها الكبيرة هي اللي ردت عليه وقالت له إن روبن لسه ما وصلتش للبيت لحد دلوقتي، رغم إن أصلا المسافة من بيتهم لبيت روبن كانت أقل من 10 دقايق. بعد المعلومات دي الشرطة بدأوا يفكروا إن ممكن روبن تكون كانت حزينة فعلا إنها هتسيب باكستون، عشان كده قررت إنها مش هترجع للبيت على طول واتجهت لأي مكان تاني. وبقى أهم حاجة عند الشرطة في الوقت الحالي إنهم يعرفوا هو إيه آخر مكان روبن كانت موجودة فيه قبل الجريمة اللي حصلت. ولما الشرطة كانوا بيدوروا هي ممكن تكون راحت فين، وصل لهم مكالمة من واحد بيقول إن في اليوم اللي روبن اختفت فيه حوالي الساعة 4 العصر شافها وهي راكبة دراجة مع واحد اسمه فرانك عنده 17 سنة. المتصل ده قال للشرطة إن رغم الفرق السن اللي بينها وبين فرانك، إلا إن فرانك كان معجب بيها جدا وكان بيحاول إنه يكلمها أكتر من مرة. وأصلا قبل أسبوعين من اختفاء روبن باكستون كان اتكلم مع أخت روبن الكبيرة وقال لها خلي روبن تبعد عن فرانك لأن فرانك بيشكل خطر عليها. الشرطة لما وصل لهم كل المعلومات دي كان عندهم شك كبير إن فرانك ممكن يكون متورط في اللي حصل لروبن، عشان كده تواصلوا معاه وطلبوا إنهم يتكلموا معاه، وهو كان متعاون جدا ووافق إنه يتكلم مع الشرطة. فرانك أكد للشرطة إنه ما شافش روبن في اليوم ده ولا اتكلم معاها، وقال لهم كمان على حجة غياب في الوقت اللي الشاهد ده بيقول إنه شافه مع روبن. ولما الشرطة اتأكدوا من حجة الغياب دي لقوا إن فرانك فعلا بيقول الحقيقة واستبعدوه من المشتبه فيهم. الشرطة بدأوا يدوروا أكتر في حياة روبن، وعرف إن روبن كان عندها صديقة اسمها ميشيل عندها 15 سنة، وإن هي وميشيل حصل بينهم خناقة قوية جدا قبل أيام من الجريمة اللي حصلت. الخناقة دي لما حصلت روبن وميشيل كتبوا رسائل لبعض بينهم فيها الصداقة اللي بينهم، بس الملفت للنظر في الرسائل دي إن ميشيل كانت رسمة صورة قبر وكاتبة على القبر ده اسم روبن، يعني كان يعتبر تهديد مباشر بالنسبة للشرطة. والغريب إن الرسمة دي كانت قبل يوم واحد بس من الجريمة اللي حصلت لروبن. فهل ميشيل فعلا ممكن تكون هي اللي عملت كده في روبن؟ الشرطة تواصلوا مع ميشيل وسألوها عن الرسمة دي، وهي قالت إن الرسمة دي كانت مجرد تعبير إنهم هينهوا الصداقة بتاعتهم، وإنها مستحيل تعمل جريمة زي دي لمجرد خلاف مع صاحبتها. ولأن الشرطة ما كانش عندهم أي دليل ضد ميشيل فهم سابوها تمشي من غير ما يعرفوا هو إيه اللي حصل لروبن. الشرطة لما لقوا إن مفيش أي دليل عشان يمشوا وراه رجعوا من جديد للمكان الوحيد اللي هم متأكدين إن روبن كانت موجودة فيه قبل اختفائها،
والمكان ده هو بيت عيلة باكستون. اتكلموا مع عمة باكستون للمرة التانية، وهي قالت للشرطة إن لما روبن خرجت من البيت هي وباكستون وجدته كانوا موجودين في البيت لحد بالليل. يعني لو الجريمة دي كانت حصلت في اليوم ده يبقى باكستون كان عنده حجة غياب في الوقت اللي حصلت فيه الجريمة. الشرطة طلبوا من عمته تقول لهم على اللي حصل بالظبط في اليوم ده. قالت إن حوالي الساعة 8 بالليل خرجت هي وباكستون عشان يشتروا حاجات من المتجر، وبعدين هو قابل صديقته ميشيل اللي كان فيه مشاكل بينها وبين روبن، وبعدين رجعوا مرة تانية للبيت عشان يتفرجوا مع بعض على فيلم. بس الشرطة لما يبدأوا يتكلموا مع باكستون هتبدأ التناقضات تظهر في الأقوال بتاعتهم. باكستون قال للشرطة إنه في اليوم ده حوالي الساعة 9 بالليل لما رجع من المتجر هو وعمته اتجه ناحية بيت ميشيل، وهما الاتنين اتجهوا ناحية بيت روبن عشان يعرفوا هي رجعت للبيت ولا لأ. ولما لقوا إنها ما وصلتش للبيت اتجهوا هما الاتنين ناحية بيت فرانك، واللي برضه كان متهم قبل كده بالنسبة للشرطة. فرانك أكد لهم إنه ما شافش روبن في اليوم ده وما يعرفش مكانها، ولما فقدوا الأمل إنهم يعرفوا مكانها رجعوا للبيت مرة تانية. الشرطة كانوا شايفين إن في تناقض كبير جدا بين الكلام اللي باكستون بيقوله والكلام اللي عمته بتقوله، لأن هي بتقول إنهم رجعوا من بره يتفرجوا على التلفزيون، إنما هو بيقول إنه كان بيدور على روبن. فيا ترى مين فيهم اللي كلامه صح؟ وليه أصلا ممكن واحد فيهم يكذب في الأقوال اللي بيقولها للشرطة؟ الشرطة دلوقتي كانوا شاكين في باكستون، لأنه حتى لو مش هو المجرم فهو أكيد يعرف معلومات كتير أكتر من اللي قالها للشرطة. الشكوك دي هتزيد كمان لما أخو روبن يقول للشرطة إن في اليوم اللي أخته اختفت فيه كان عارف إن باكستون هو آخر واحد شافها قبل اختفائها. عشان كده في اليوم ده حوالي الساعة 3 الفجر اتجه ناحية بيت باكستون عشان يسأله عن أخته، ولما وصل هناك اتفاجأ إن باكستون كان لسه صاحي وكل أفراد عيلته كانوا قاعدين معاه في غرفة المعيشة. أخو روبن بيقول إنه خبط على الباب وبدأ يسأل باكستون عن مكان أخته، وهو قال له إنها عند فرانك وإن فرانك مخبيها في الجراج بتاع بيته. طبعا أخو روبن ما كانش مصدق أي حاجة من الكلام ده، وكان عارف إن باكستون يعرف مكان أخته بس هو مش عايز يقول له. أخت روبن هي كمان قالت للشرطة إن تاني يوم من اختفاء روبن وقبل ما الشرطة يكتشفوا جثتها باكستون تواصل معاها وقال لها إنه لقى المحفظة بتاعت روبن في الأوضة بتاعته، وكان بيقول لها كده على أساس إن روبن نسيت المحفظة بتاعته وهي موجودة عنده من امبارح، وإن هو هيجي لها بنفسه ويودي لها المحفظة. أخت روبن قررت إن هي اللي تروح بنفسها وتاخد منه المحفظة بتاعت أختها، وأول لما وصلت هناك شافت باكستون كان قاعد في العربية ومعاه ميشيل وكان معاه مجموعة تانية من أصحابهم. سألته هو إزاي وصل للمحفظة دي، وهو قال لها إن عمته كانت بتنظف الأوضة بتاعته واكتشفت المحفظة دي موجودة على السرير. طبعا هي ما كانتش مصدقة الكلام ده، وقالت له خلي بالك لأن الشرطة هيعملوا لك اختبار كشف الكذب وهيعرفوا إنك مش بتقول الحقيقة. بس اتفاجئت إنه كان بيتكلم معاها بكل ثقة، وقال لها أنا عملت الاختبار ده 3 مرات قبل كده ومش خايف من أي حاجة. أخت روبن دخلت لبيت باكستون عشان تتكلم مع عمته وسألتها عن المكان اللي هي لقت فيه المحفظة بتاعت أختها. عمته قالت إنها لقتها مرمية قدام البيت، بس بعد كده صححت كلامها وقالت لها إنها كانت موجودة جوه البيت. طلبت منها تقول لها بالتفصيل عن آخر مرة شافت فيها روبن قبل اختفائها. عمته في البداية قالت إن روبن ما دخلتش للبيت، بس بعد كده برضه غيرت كلامها وقالت إنها دخلت للبيت بس خرجت من البيت بسرعة. وفي كل الكلام ده جدة باكستون كانت واقفة بتقول على أي حاجة عمته بتقولها إنها فعلا حصلت، رغم إن الكلام أصلا كان متناقض مع بعضه. الشرطة لما عرفوا كل المعلومات دي اتأكدوا بنسبة 100% إن باكستون متورط في الجريمة اللي حصلت، وإن أفراد عيلته يعرفوا معلومات كتير وبيحاولوا يخفوها عن الشرطة. عشان كده الشرطة بدأوا يدوروا أكتر في حياة باكستون، وعرفوا إنه كان مشاغب جدا وانطرد من المدرسة قبل كده أكتر من مرة بسبب إنه كان مشاغب. عرفوا كمان إن كان عنده مجموعة من الأصحاب متعودين يروحوا مع بعض للمدارس المجاورة ويولعوا نار في المدارس دي. في عدد كمان من أصحاب باكستون أكدوا للشرطة إن باكستون كان مهتم جدا بممارسات السحر والتقرب من الشياطين، بس الشرطة ما لقوش أي حاجة بتثبت الكلام ده. في مرة من المرات باكستون اتخانق مع والدته وضربها بالقلم على وشها، عشان كده بعتته لمركز إعادة تأهيل لأنها كانت شايفة إنه مش بيعرف يتحكم في غضبه. الغريب إن باكستون خرج من مركز التأهيل ده قبل أسبوع بس من الجريمة اللي حصلت لروبن. بعد كل المعلومات اللي الشرطة جمعوها قرروا إنهم يتكلموا مع جيمي لأنه كان موجود معاهم في البيت قبل اختفاء روبن، ويعتبر من أواخر الناس اللي شافها قبل الجريمة اللي حصلت. الشرطة لما وصلوا عند جيمي في البيت والده هو اللي فتح لهم الباب
وأكد لهم إن ابنه بيعاني من الاكتئاب وعنده مشاكل مع النوم من أول الجريمة اللي حصلت لروبن. وده طبعا خلى الشرطة يتأكدوا أكتر إن جيمي كان يعرف معلومات عن الجريمة اللي حصلت وبيحاول يخفيها عن الشرطة. الشرطة بدأوا يتكلموا مع جيمي وكان باين عليه في التحقيق إنه متوتر جدا، بس قال لهم إنه ما يعرفش أي حاجة عن الجريمة. الشرطة بدأوا يضغطوا عليه أكتر وقالوا له إنهم عارفين إن باكستون هو اللي كان بيخطط لكل حاجة. في الوقت ده جيمي هينهار أخيرا ويقول لهم على كل التفاصيل. جيمي قال للشرطة إن قبل يومين من الجريمة اللي حصلت باكستون كان بيخطط إنه يعتدي على روبن وبعدين يقتلها، وطلب من جيمي إنه يكون شريكه في الجريمة. جيمي بيقول إنه كان فاكر باكستون بيهزر وإنه مستحيل يعمل حاجة زي دي، بس في يوم لما كان موجود مع باكستون في بيته قال قدام عمته إنه هيقتل روبن. عمته كانت بتضحك وفاكرة برضه إنه بيهزر، بس باكستون اتكلم بغضب وقال لها إنه مش بيهزر وإنه فعلا قرر إنه يعمل كده. وفي اليوم اللي حصلت فيه الجريمة لما التلاتة كانوا راكبين مع بعض الأتوبيس بتاع المدرسة، باكستون همس في ودن جيمي وقال له إنه هينفذ الخطة النهاردة. روبن سألتهم أنتوا بتتكلموا في إيه؟ وباكستون رد عليها بإنهم بيهزروا وإن مفيش أي حاجة. وأول لما التلاتة وصلوا عند بيت باكستون أخد جيمي على جنب وطلب منه يشغل موسيقى بصوت عالي جدا لأنه هينفذ الخطة دلوقتي. جيمي بيقول إنه لحد الوقت ده كان لسه مقتنع إن صديقه بيهزر، عشان كده أخد الموضوع بهزار وشغل الموسيقى وعلى الصوت للآخر. في الوقت ده باكستون دخل للأوضة اللي فيها روبن وحاول إنه يدخل معاها في علاقة، بس هي رفضت. حاولت إنها تهرب من البيت، بس باكستون وقف قدام البيت ومنعها من إنها تهرب، واتعصب عليها جدا وبدأ يخنقها وضرب راسها في الأرض أكتر من مرة لحد لما فقدت الوعي. ورغم إنها كانت خلاص فقدت الوعي إلا إنه استمر في خنقها لمدة طويلة جدا عشان يتأكد من موتها. بعد كده قلعها الملابس بتاعتها وبص لجيمي وقال له انت لو قلت لأي حد على اللي حصل دلوقتي هقتلك انت وكل أفراد عيلتك. طلب منه بعد كده ينادي على عمته من جوه البيت، وفعلا جيمي اتحرك وهو مرعوب وجاب عمة باكستون وسابه هو وعمته مع جثة روبن وخرج من البيت. في نفس اليوم بالليل باكستون قابل جيمي وقال له على كل اللي حصل بعد ما ساب البيت ومشي. على حسب كلام باكستون إن عمته لما شافت اللي حصل لروبن كانت لسه على قيد الحياة، بس لأن عمته كانت خايفة إن روبن تروح للشرطة وتقول لهم على اللي حصل قررت إنها تساعده وضربت روبن بمضرب بيسبول على راسها أكتر من مرة. ولما لقت إنها لسه ما ماتتش شربتها عقار طبي هو مش عارف نوعه، بس العقار ده كان هو السبب في موتها. الشرطة كانوا شاكين في الجزء ده من كلام جيمي لأنه ما شافوش بعينه، هو باكستون هو اللي كان بيحكيهوله. ده غير كمان إن تقرير الطب الشرعي كان موضح إن سبب الوفاة هو الخنق مش وجود عقار غريب في جسمها. الشرطة لما سمعوا كل الكلام ده اتجهوا مباشرة ناحية عمة باكستون عشان يتكلموا معاها. في البداية طبعا كانت بتنفي إنها تعرف أي حاجة عن الجريمة اللي حصلت، بس لما عرفت إن جيمي اعترف للشرطة بكل التفاصيل قررت أخيرا تقول لهم على الحقيقة. عمة باكستون بتقول إن جيمي لما طلب منها تدخل الأوضة كانت مصدومة من منظر الجثة اللي قدامها وسألت باكستون عن اللي حصل بالظبط. باكستون رد عليها بكل برود وقال لها أنا خلصت عليها، وبعدين قال لها إنه عايز يحصل جيمي وسابها في الأوضة لوحدها مع الجثة وخرج من هناك. بعد شوية والدة باكستون رجعت للبيت، بس هو وعمته ما قالوش لوالدته على أي حاجة من اللي حصلت. دخل للأوضة مع الجثة وقال له أمه إنه عايز يقعد مع نفسه في الأوضة شوية وقفل على نفسه. وأول لما أمه خرجت من البيت بدأ هو وعمته يتكلموا مع بعض عن الطريقة اللي هيتخلصوا بيها من الجثة اللي معاهم. عمته اقترحت إنهم يلفوا الجثة دي في ملاية وياخدوها في شنطة العربية ويتخلصوا منها في أي مكان. أخدوا العربية وهي جواها الجثة، وأكبر عمته إنهم قبل ما يتخلصوا من الجثة يتوجهوا ناحية بيت صديقته ميشيل واتكلم معاها قدام بيتها شوية، وبعدين أكبر عمته برضه إنها تروح عند بيت روبن عشان يسأل أختها هم لقوها ولا لأ. في الوقت ده أخت روبن كانت ماسكة الكلب بتاع العيلة واتفاجئت إن الكلب كان بينبح على باكستون بطريقة صعبة جدا. وقتها طبعا ما فكرتش إن ممكن الكلب يكون شامم ريحة الجثة بتاعت روبن اللي موجودة على بعد أمتار بس منهم. بعد اللي حصل ده باكستون طلب من عمته إنها تسوق العربية لحد لما وصلوا عند جسر على بعد 7 كيلو من بيته ورموا الجثة بتاعتها في النهر. ولما كانوا راجعين في الطريق اتخلصوا من الملابس بتاعتها في سلة قمامة لمتجر قريب من المكان اللي لقوا فيه الجثة. بعد الاعترافات دي الشرطة قبضوا على باكستون وعمته وبدأوا كمان يفتشوا البيت اللي هم عايشين فيه على أمل إنهم يلاقوا أي دليل يثبت الجريمة عليهم.
الشرطة لقوا هناك جزء من ملاية مطابق للملاية اللي روبن كانت ملفوفة فيها لما لقوا الجثة بتاعتها في النهر. ورغم الدليل ده واعتراف صاحبه واعتراف عمته، إلا إن باكستون أنكر أي تورط ليه في الجريمة اللي حصلت لروبن. المحكمة كانت شايفة إن باكستون كان مخطط كويس للجريمة من قبل كده، وكان مصر إنه ينفذ الجريمة. عشان كده قرروا إنه لازم يتحاكم كشخص بالغ، رغم إن كان عنده 15 سنة بس في الوقت ده. ولما المحاكمة بتاعت باكستون كانت لسه شغالة، والدته رفعت قضية على الشرطة بتطالبهم بتعويض لأنهم كشفوا معلومات عن ابنها للناس وهو لسه قاصر، وطلبت بتعويض 5 مليون دولار من قرايب الضحية ومن الشرطة. بس الحمد لله الدعوة بتاعتها اترفضت، والمحامي بتاعها اتغرم 9000 دولار بسبب القضية اللي رفعها. وأثناء المحاكمة كانت شغالة، باكستون اقتنع أخيرا إنه مش هيعرف يفلت من العقاب، عشان كده قرر إنه يقول للشرطة على قصة تخليه ياخد أقل عقوبة ممكنة. باكستون قال للشرطة إنه فعلا ضرب روبن بمضرب بيسبول على راسها، بس ده لأنه كان بس بيدافع عن نفسه. وعلى حسب كلامه إن هي اللي أخدت مضرب البيسبول وحاولت تضربه في الأول، عشان كده أخد منها المضرب وضربها بيه لحد لما ماتت. حاول كمان يقول للشرطة إن صديقه جيمي هو اللي كان بيخنقها وإن هو اللي قتلها، بس الشرطة ما كانوش مقتنعين بالكلام ده، وكانوا شايفين إن هو العقل المدبر للجريمة، وكمان كان مصر إنه يرتكب الجريمة اللي حصلت. خلال المحاكمة عمة باكستون وجيمي شهدوا بكل الاعترافات اللي قالوها قبل كده. عشان كده في النهاية المحكمة شافت إن باكستون مذنب في جريمة قتل من الدرجة الأولى، واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 20 سنة. عيلة روبن كانوا متضايقين جدا من الحكم ده، لأن روبن في الوقت الحالي عنده 15 سنة، يعني لما ينفذ الحكم هيبقى عنده قابلية للخروج من السجن وهو عنده 35 سنة بس، يعني هيقدر يعيش حياته بشكل طبيعي. خلال المحاكمة بتاعت عمته قالت إنها ساعدت باكستون في إنه يتخلص من الجثة، لأنها كانت خايفة إنه يعمل فيها زي ما عمل في روبن، أو ممكن يعمل كده في أي حد من أطفالها الثلاثة. أكدت كمان للمحكمة إنها لما وصلت للأوضة في اليوم ده روبن كانت خلاص ماتت، يعني هي ما شاركتش في الجريمة بشكل فعلي. ولأنها وافقت إنها تشهد ضد باكستون في المحكمة، ده غير إنها كانت متعاونة جدا في التحقيق، فهي اتحكم عليها بفترة صغيرة من المراقبة. بعد 20 سنة من الجريمة اللي حصلت، باكستون قدم طلب للإفراج المشروط، بس عيلة روبن كانوا واخدين بالهم من كل اللي بيحصل، وعملوا حملات إعلانية بيطلبوا فيها من اللجنة إنها ترفض طلب الإفراج المشروط. وفعلا الطلب بتاعه اترفض أكتر من مرة. باكستون كان بيحاول يكسب تعاطف الناس، وكتب وثيقة يعترف فيها بالذنب وإنه ندمان على اللي عمله قبل كده، وإن كل اللي محتاجه هي فرصة تانية عشان يثبت إنه شخص كويس. بس الكلام ده ما أثرش في الناس، وكل الناس كانوا متعاطفين مع والدة الضحية. عشان كده في الوقت الحالي بعد ما باكستون قضى 38 سنة في السجن، فهو لسه موجود في السجن لحد دلوقت وعنده 53 سنة. بس كده تكون انتهت قضية النهاردة، وكنت عايز أعرف رأيكم في القضية. هل شايفين إن عمة باكستون وصديقه جيمي كان المفروض يتحكم عليهم بالسجن، ولا الحكم ده كان كافي بالنسبة لكم؟ مستني رأيكم في الكومنتات، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.